جولة على أرجاء المدينة. جولة على أرجاء المدينة برنامج نتناول فيه مستجدات الأحداث بالمدينة 3 عبر المقابلات، استطلاعات الرأي، إطلالات وغيرها الكثير. جولة على أرجاء المدينة في التقديم محسن بشير، في المونتاج والرؤى الإخراجية العندليب الأسمر وعثمان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة والمتجددة من برنامج سيرة ومسيرة. برنامج سيرة ومسيرة بالتأكيد برنامج يتواصل على امتداد المدينة 3، وفي كل برنامج وفي كل حلقة نحن بنستضيف واحد من نجوم والعمالقة والشباب اللي هميمين بالمجتمع والهميمين بالعمل في المجال الإنساني. فضيف الحلقة اليوم هو واحد من الشباب الطموحين جدا والطامحين أيضا في خدمة أهل المنطقة وأهل المدينة 3 وخدمة الشعب السوداني بصفة عامة. دعونا في البداية نرحب بضيف الحلقة ونكشف عن ضيفنا، وهو السيد سيستر معتصم مهدي موسى. مرحبا بك، نهارك سعيد. اهلا بكم، مرحبا بكم ونشكركم على الاستضافه الجميله. الاسم معتصم مهدي موسى، من ابناء ولايه القضارف حي ديوان الشرق. طيب، نحيي كل ابناء قضرف سعد جنة ام رعد، وبالتاكيد بنحيي اهلنا هناك بديمنور. طيب، نحن ممكن ندردش شويه ونمشي ونعرف السيره العلميه، الاساس الثانوي والجامعه. طيب، الاساس كان في مدرسه ديمنور غرب الورانيه. الثانوي كان في مدرسه عثمان دينا النموذجيه. الجامعه جامعه كسلة كليه المختبرات الطبيه. طيب، جامعة كسلة كلية المختبرات الطبية. لماذا اخترت جامعة كسلة؟ وبالضبط ليه اخترت كلية المختبرات الطبية؟ سؤال جميل جدا. المختبرات الطبية كنت انترست شديد في المجال ده، المختبرات الطبية دائما تحديدا لسببين. السبب الأول كان رغبة الوالدة، ربنا يرحمها ويغفر لها. السبب الثاني هي ذاتها شجعتني على الموضوع ده، لقيت نفسي انا برضه حبيت المجال ده بسبب حتى كانت بتوصيني تقول لي حتى لما دخلت المختبرات الطبيه امنياتي في المختبرات الطبيه تتخصص في القسم تبع امراض الدم والمناعه الدمويه اللي هو الهيماتولوجي، اميونو هيماتولوجي. والحمد لله تخصصت في نفس المجال ده وتخرجت من جامعه كسرى بتقدير ممتاز. كلام جميل جدا، واجمل حاجه في الدنيا انه الزول يحقق امنيه والدينه سواء كان امه او ابوه. فدي حاجه جميله جدا كون انت حققت امنيتها واحلامها، وربنا يغفر لها ويرحمها ان شاء الله. طيب، قبل ما هي تقول لك انت تخش في الكليه دي، كان امنيتك تخش هذه الكليه؟ والله في كان من دخلت المجال العلمي ممتحن الشهاده السودانيه كان رغبتي عموما اي حال جميع الطلبة يكون مطلع لأنه مش واحدة من الثلاثة كليات العلمية اللي تابعة لقسم الأحياء، يا صيدلة ومختبرات أو طب. أنا كان رغبتي أكثر شيء معي على الطب، وإن شاء الله كانت لي الفرصة برضه لقدام في مرحلة ما كده تديني ندرس مجال الطب إن شاء الله. كلام جميل جدا، ونحن ممكن نتدرج من السيرة العلمية إلى السيرة العملية. بدأت 200 السيرة العملية، أول حتة أنت اشتغلت فيها أول حتة اشتغلت فيها وتدربت فيها، من أول حتة بديت اتدربت فيها، أو ممكن نقول بديت أنا من لسه طالب. بديت في مستشفى الشرطة 2017. أنا دخلت الجامعة 2015 وحصلت ثانية طوالي بديت نزلت مع ناس مستشفى الشرطة كتدريب وتريننج وتعليم بأسماء التخصصات والحاجات دي. في مستشفى الشرطة كنت بستغل كل إجازات الجامعة في نفس المجال ده. في مستشفى الشرطة اشتغلت ثاني مع أبو النجا. كل الكلام ده بيكون في إجازات الجامعة. من جنوب القطار. أيوه. من أبو النجا ثاني اشتغلت في حتة ولاية جنينة
فيها مستشفى اسمه مستشفى السلام. في مستشفى السلام تاني اشتغلت في منطقة اسمها التضامن برضه، في مركز صحي اشتغلت فيه. بعد ذلك جات تقريبا 2019 اللي هي دي كانت فترة بتاعت الكورونا، أخذنا فيها إجازة كاملة سنة في الجامعة. الفترة دي برضه اشتغلت في مستشفى في باندغيو. كنت في باندغيو سنة كاملة اشتغلت هناك. رجعت برضه اشتغلت في مستشفى المدينة واحد برضه سنة كاملة. مستشفى المدينة واحد جيت المدينة ثلاثة هنا حاليا، بس الآن واصل في المدينة ثلاثة. والله بالتأكيد صولات وجولات كبيرة جدا، وإن شاء الله ربنا يوفقكم دائما في العمل الإنساني ده، ويوفق كل الناس الطامحين في إنه يصلوا ويخدموا المجتمع السوداني. طيب نحن نمشي في نفس المجال ده ونتكلم في إنه يعني الفرق شنو بين الحياة العملية اللي أنت الآن مارستها وخضت تجارب كثيرة فيها، والحياة العلمية الأكاديمية زمن الجامعة. في رأيك يعني الأكثر تعقيد شنو يعني؟ الحياة العملية ولا العلمية الأكاديمية؟ والله غير التعقيد الاثنين فيهم ضغوطات. يعني هناك أنت في الحياة الأكاديمية بتلقى نفسك مضغوط شديد بين مراجع ومحاضرات ومواضيع كثيرة وسيمينارات. تجي راجع كذلك برضه في المجال العملي بتلقى نفسك برضه مضغوط. يعني هسه حاليا احنا الساعة 3 من الصباح شغالين لحد الساعة 3 برضه نفس الضغوط المجال الأكاديمي. أما بالنسبة للروقات يعني برضه ضغط العمل شوية يكون أخف، لأن هناك بتكون مضغوط بحاجات زايدة. بالنسبة لي ضغوطات العمل شوية أخف من الضغوطات الأكاديمية. بجد يعني في المجال الأكاديمي ضغطنا شديد. يعني علم المختبرات أنا ما درسته، لكن حسب الواقع المشاهد وكده الناس يعني في الجامعات دائما بيدعموا شديد ناس المختبرات يعني بالتحديد والطب، يعني تعاون كثير والمسائل العلمية والحاجات الكثيرة دي. فأنا كنت بعتقد إنه هاي برضه نفس الكلام، الحياة العلمية دي هي أكثر تعقيدا من الحياة العملية، فيمكن في سهولة في الحياة العملية شوية كده. هاي فعلا يكون شوية في سهولة، لكن زي ما قلت لك ضغوط. طيب والله ممكن أقول لك إنه الحياة الأكاديمية فعلا صعبة شديد يعني بالنسبة لظروف العمل، لأنه هناك أنت يعني في أي لحظة عندك امتحانات، عندك زي ما قلت لك سيمينارات، حياة يعني مطالب في حياة أنت مطالب يعني واجبة عليك. هنا شوية تلقى يعني في. طيب سيد معتصم مهدي موسى، نحن لو سألناك يعني في الفترة الجاية دي أنت يعني بتفكر في شنو يعني حاليا؟ بتفكر في شنو؟ سواء كان من نواحي خاصة فمدي من أي خيار يعني تجاوب ما تجاوب، لكن من ناحية الشغل العمل أو من ناحية التخصص بتاعك يعني عايز تعمل شنو؟ دار تطور، دار تعمل شهادات كثيرة، دار تعمل شنو يعني، دار المستقبل أنت مخطط له شنو؟ والله حاليا أنا شغال في برنامج بتاع ماجستير من كلية غرب النيل، وعلى مشارف إنه خلاص يعني على وشك إنه ينتهي. فضل لي فيه فقط مناقشة البحث إن شاء الله وأنال درجة الماجستير، وإن شاء الله بعد أكمل برنامج الماجستير عندي إنه داير أستغل بذاتي كده يعني يكون عندي كلاب خاص، داير يعني أوقف شغل المستشفيات عموما كده، يكون عندي مركز خاص ومعمل مختصر إن شاء الله. كلام جميل جدا، ودي طموح اعتقد انه طموح كبيره جدا. فذلك كون الزول يعني بعد ما يتخرج ويواصل في الدراسات العليا فدي ذاتها حاجه كبيره جدا. فنحن بنشاهد حاليا كثير من الناس اللي تخرجوا ويعني وقفوا شغلهم على كده وخلاص، يعتقد انه العلم انتهى بالتخرج من الجامعه، لكن بالتاكيد العلم ما بينتهي بالتخرج من الجامعه فقط، بل الزول يحتاج انه ينمي نفسه ويمشي قدام. طيب سيد معتصم، يعني نحن ممكن نمشي خارج اطار التخصص، وسمعنا انه عندك مواهب ثانيه فممكن يا ريت تكشف لنا المواهب المتعدده بتاعتك. يمكن نحن بنعرف موهبه واحده، لكن يمكن عندك ثاني مواهب ثانيه. طيب
أو هوايات. كلمت الموهبة اللي سمعت عليه شنو؟ الموهبة بتاعتك عادية. الموهبة احنا سمعنا ان انت بتعزف، وفي نفس الوقت برضو كثير من الناس برضو قالوا لي انت برضو ممكن دندنات وحاجات زي دي بتعرف يعني حاجات كثير. قدر والله يا دي الموهبة يعني ما أقول على موهبة، يعني أنا بس بملى فراغي. هواية يعني انت هويتها ممكن. هواية اللي هو بعزف على الأورجن. الكلام ده كان من 2017. يعني زي ما نقول مع ضغوطات الأكاديميات في الجامعة وكده الواحد بيحاول يرفع عن نفسه بأي حاجة. فما لقيت لي حاجة إلا إنه الأورجن. بديته بالأورجن بتاع التليفون ومشيت في البرنامج ده وطورته وحدثته ومشيت فيه مراحل بعيدة لحد ما تمكنت إنه أعرف في الأورجن الحقيقي برضه. لكن يعني ما مايل كثير للبرنامج ده. يعني الحين ولا أخذت يعني. طيب يعني طالما انت بتعزف فنحن ممكن نسأل برضه هل في شخصية ألهمتك في مجال العزف في السودان؟ في زول كده انت ترتاح له شديد زول بيعزف، ولا انت ساي مارستها كده كهواية وخلاص، ولا عندك زول معين؟ لا زي ما قلت لك يعني كهواية فقط، يعني ما حتى الآن أنا يعني طريقة العزف بتاعتي يمكن ما زي العازفين، لأنه ديرك مثلا عن طريق إنه قراها مختلفين شديد لكن يلا دي الحاجة لم تكن كهواية براك كده يعني. بس أنا ما بعرف أسماء الصباعات بتاعت الأورجن ده، بس عندي لها كهواية فقط يعني. لا ما فكرت في يوم من الأيام نطور الجانب ده؟ والله نهاية، لأنه عارف إنه فيه تبعات كثيرة، هيعمل لك قعدات وهيعمل لك لمة وحاجات، وأنا بحاول أتجنب الحاجات دي. وليه لكن؟ ربنا يهدينا إن شاء الله. في ناس كثير عايزة تستمتع وعايزة معتصم والله في أحاول يعني الواحد بيحاول إنه ينفع الناس بحاجة، يعني يخدم الناس وكذا بحاجة نافعة، لكن ما بحاجة دي يعني حاول يعني دي كهواية. يعني أنت بتكتفي بها لنفسك براك؟ خليها ذاته. يعني أنت حسب فهمنا أنتوا يعني لو أنت عايز تكتفي بها بنفسك براك كده يعني ما تحتاج تشارك الناس فيها. فقط يعني كترفيه أو تغيير جو أو أي حاجة كده نسميها. كلام جميل، كلام جميل جدا. طيب من ناحية دندنات كده برضه بتدندن لمنو أكتر حاجة من الفنانين؟ والله عموما يعني يكون عندك فنان معين بترتاح له في إنك تعزف أغانيه، وممكن تدندن أغانيه برضه. أكتر حاجة مايل للاستماع تحديدا زيدان إبراهيم، وردي، الكابلي، يعني الفنانين القدام ما حقين الجيل الحسن. ده كلام جميل جدا. طيب بصفتك زول بيحب الفن وكده يعني برأيك هل ممكن الفن الحالي ده هل ممكن إذا لقى شوية اهتمام ممكن يعني نرجع للعهد الزمان ذاك وشوية كده يستعيدوا بريق الفن السوداني؟ والله يا أخي ما أظن. ولقى اهتمام. ما أظن، ما أحبطك وما أظن، لأنه شايفين إنه النسق الموسيقي حاليا ماشي في جانب واحد اللي هو أو ممكن تقول يعني مختلف توتالي زي ما كلنا شايفين. يعني أنت عارف وكل الناس المشاهدين عارفين إنه يعني النمط الموسيقي الجديد يعني حاجات ما كانت موجودة أصلا، وهي بقت على كده ذاته يعني كويس. ما معروف الفن الموسيقي أو الألوان الموسيقية الجديدة اللي حتدخل لقدام فيما تكون أسوأ من ذاته. زي ما بقول لك أي حاجة قديمة في السودان كانت جميلة شديد، حتى على المستوى الموسيقي والمستوى الفني والغنائي كله. لا هو بالتأكيد في حداثة جديدة دخلت في الأغاني السودانية، فحتى زمن الفنانين اللي أنت ذكرتهم ديل ناس وردي والكابلي والمصطفى وكل الفنانين الكبار ديل يعني في زمنهم كان ما في حاجة اسمها راب. الآن الراب انتشر وسط الفن السوداني، فدي كانت حاجة يعني هي أنا بعتبرها هي دخيلة علينا. يعني الفن السوداني هي حاجة دخيلة ما كانت موجودة. فحتى ذاته في بعض الفنانين أنا بشوف إنهم قاعدين يحاولوا إنه يقلدوا بعض الفنانين من دول الجوار سواء كانت اثيوبيا او مصر او الفن العربي بشكل عام. فدي انا بشوفها دي خصما عن الفن السوداني. الناس تمسكت بالفن بتاعها وتمسكت بعاداتها وتمسكت بالقديم بتاعها وطورته. انا شايفه الاحسن لانه ديلات برضه قاعدين يطوروا اغانيهم القديمه وستايلاتهم القديمه دي قاعدين يطوروها وما ينحرفوا من نفس
البحر بتاع البحر الموسيقي والغنائي بتاعه. فنحن دي انا بعتقد انه محتاجين ليش فعلا والله. واي جيل طبعا بيكون بالوانه الموسيقيه الخاصه وبفنانين وبشعبيته وكده، لكن يعني لو نظرت برضه للفنانين القدام لقوا قبول من عامه الشعب يعني. حتى خارج السودان فعلا لقوا قبول، يعني الحاجه السمحه تعجب كل الناس، ما زي اللي نشوفه حاليا. انا بعتقد الفن بقى زي، انا ما قاعد اهاجم الاغاني الجديده، لكن يعني ده الواقع اصلا. ده الواقع يعني. قلت لك هسه يمكن حاليا احنا شهدنا في الفتره السابقه انه الفنانين بقوا يعني، حتى الناس اللي بيستمعوا للفنانين بقوا زي الناس اللي بيشجعوا الكوره يعني. اي ناس بفريقهم، اي ناس بيحاولوا يطلعوا نجم يعني عبر الميديا عبر كده، يعني يحاول انه النجم ده يكون كل ماسك الترند. والاغاني الجديده دي لو استمعت لها يعني في الشارع في الطريق في اي محل استمعت لها بيتبادر في ذهنك طوالي حرمه الاغاني يعني. انا مثلا انا طريقه ذاتها مجرد ما تستمع لها بيتبادر في ذهنك طوالي حرمه الاغاني يعني. انت بتختار انك تسمعها قدام زول او حاجه كده. ايوه هي ما لائقه يعني. لكن حتى انه زول لما يسمع اغنيه من الاغاني القديمه، فحتى من اعمامنا الكبار دي يعني، حتى هو لو بقى خلاص ما بيستمع الاغاني كده، لكن ممكن نقول عليها اغاني محترمه لما يسمع الاغنيه يقول لك يا سلام، هو ذاته لما ينسى يقول لك يا سلام. يعني موجود من كل الشعب الاغاني القديمه بالتاكيد. لكن يعني هسه الاغاني دي كان شغلت لك اغنيه الناس بتصنف الطوالي من الاغاني الحديثه دي، شغلت لك حاجه كده ياخذوا عنك فكره سيئه. اكيد. فربنا زي ما بيقولوا يهدي الناس جميعا، الناس يصلح حال السودان باذن الله. طيب ممكن نسمع عندنا ايا كان من الاغاني الجديده ولا لا القديمه؟ انا ذاته واحد من الناس افضل ما حاجه افضل ممكن حاجه خفيفه. كلام جميل وعزف جميل جدا، واجمل حاجه انه الزول يعزف للوطن ووطن، لانه الوطن محتاج لنا كثير. وبالتاكيد يعني اي زول لما يسمع العزفه دي فبالتاكيد الحاجه دي بتهزه من جوا، لانه كل الناس متفقه انه وطننا هو السودان ولازم نصونه ونحمي ارضه وعرضه. نحن يمكن ماشيين على الخواتيم في هذه الدردشه البسيطه والجميله جدا. ممكن نسال سؤال ثاني يعني، انت ليه بتعزف على الهاتف جهاز التليفون وما وفرت لك او ما حاولت توفر لك يعني ورك؟ والله اسباب كثيره اللي هي من ضمنها يعني متمكن في هذا التليفون اكثر، لانه اصلا بديت بيه وتعلمت بيه يعني. برضه ذاك بقدر اعزف وكده، لكن تقدر تقول يعني الاورجن الحقيقي والجهاز الكبير ده بيجيب قاعده ولمه وحاجات يعني ما متجنبه، بحاول اتجنبها. يعني ممكن بالتليفون الصغير ده تحتاج لحظه بتدندن انتهيت من المقطوعه اللي اشتغلتها قبل كده، التليفون في الجيب والموضوع انتهى. لكن الاورجن ده بيكون فيه تبعات كثيره يعني، بيجيب لك لمه وقاعده انا بيكون في غنى عنه.
على فكرة أنا كنت زي ما بقول من الناس اللي بيطالبوا بيلموا قاعدة، لكن بالكلام ده خلاص أنا عرفت الحاصل بالتأكيد. فإن شاء الله زي ما بقول ربنا يوفقك في مجالك الإنساني ده والمختبرات الطبية دي وتقدر تطور الحياة. طيب قبل ما نختم، أنت جيت 3 وما أعرف الآن لك كم سنة، 2 3 سنة؟ 3 سنين حاليا. 3 سنين. من خلال ال3 سنين دي يعني أنت لمست شنو من إنسان 3 من جيتك لحد اليوم؟ لمست شنو من إنسان 3؟ والله عموما إنه الريف السوداني جميع السكان يعني بيمتازوا بأن الناس طيبين بسيطين وما بتلقى منهم إلا حسن المعاملة. كلام جيد شديد، يعني ما حصل اي اكشن بينك وبين اي زول. لا ان شاء الله ما تحصل يعني. والله اتمنى الكلام ده، ودي حاجه جميله جدا يعني. دي حاجه برضه يعتز بها كثير، لانه انت لما تسال زول عن بلدك الكلام ده بيكون قدامنا هنا، بس يمكن ما يكون في حاجه. لا ابدا والله ما حصل حاجه وان شاء الله ما تلاقينا. خلاص دي حاجه بالنسبه لنا، دي شهاده منك انت، ودي شهاده بنعتز بها جدا وبنعلقها في الذكريات بتاعتنا، وان شاء الله زي ما بيقولوا ما يحصل الا خير هنا ولا في اي منطقه انت تعمل فيها، وكون في امن وامان، وان شاء الله ربنا يرفع البلد، وان شاء الله يعود السودان اجمل مما كان، ويعود الريف السوداني والمدن السودانيه والحانات وكل الحارات السودانيه تكون ترجع زي زمان، وحنيتها ولماتها ونساتها ودندناتها ان شاء الله. رساله اخيره في بريد من ترسلها قبل ما نمشي، او ممكن خلينا نمشي اسمع لنا معزوفه موسيقيه وبعد ذاك عشان نختم. ان شاء الله حتكون متحف لك مقطع من متحف الأمي الطاهر. فاصل إعلاني، وبعد ذلك نرجع ونواصل في هذه الدردشة الجميلة مع السيد معتصم مهدي موسى. برنامج سيرة ومسيرة برعاية عمار حربي للعطور ومستحضرات التجميل جميع أنواع العطور. بالتواصل 09 179 156 68. مع عمار حربي للعطور نبايعك الجودة والضمان. عدنا من جديد، ونحن الآن في ضيافة، لازلنا مستمرين في ضيافتنا السيد معتصم مهدي موسى. مرحبا بك من جديد السيد معتصم. وقبل نحن قلنا ماشيين على الخواتيم، وحابين نسمع منك رسالة أخيرة في بريد من تريد أن ترسلها، سواء كان من أهل المدينة أو للسودان عامة، للشباب بأي جيل. هذه رسالتي بوجهها لأي طالب أو أي خريج أو أي دول عنده مجال بتاع شغل، بقول له يعني لازم تحب مجالك، تحب مجال شغلك، تتقن شغلك برضه كذلك. طيب لشباب السودان ده كلام بشكل عام،
نتمنى إنه همتهم تكون عالية يعني، لأنه البلد بجد محتاجة للشباب ومحتاجة لنا كلنا، كل الفئات العمرية لازم الناس تتكاتف مع بعض إن شاء الله يعني. طيب في بريد إنسان 3 توجههم بشنو أو طالبهم بشنو؟ والله رسالتي لمواطني المدينة 3 إنه يحافظوا على نفس النمط النهج الجيل اللي تنبيه ناس زي ما قلت لك يعني ما شاء الله ما لقيت منهم غير إن المعاملة الطيبة والجميلة، بتمنى إنه يعني يحافظوا لنفس المستوى إن شاء الله. بالكلمات الجميلة دي وبالرسائل البريدية السمحة للشباب كل الإصلاف العامل بالمستشفى والزملاء والزميلات بالمستشفى. عموما الاستاف في المستشفى يعني ما تبدا شك يعني ربنا يقدرنا على جزاء الناس كلهم ما شاء الله، ما شفت منهم كالعاده لانهم من مواطنين المدينه 3 ما شفت منهم الا المعامله الطيبه والجميله، لكن عندي رساله معينه او محدده داير ارسلها لصديقي العزيز وهو بقى لي بمثابه اخي يعني في المدينه 3 هنا اللي هو محمد جمعه محمد مصطفى الصيدلي، اقول له يعني ربنا يقدرنا على جزاك وكنت لي دائما يعني بمثابة أخ شديد. بمستشفى المدينة 3 وتلقى أكثر من أخ وأكثر من صديق وأكثر من رفيق، وربنا زي ما بقولوا يوفقكم دائما، واعتبر كل أهل المدينة 3 هم أهلك وأخوانك، وأنت زي ما بقولوا دي ما نحن ما عايزين نقولها قدامك لكن اخ واخوان بجد يعني زي ما انت قلت قبل ما شفت حاجه من انسان المدينه 3 ونحن برضه والله كل الناس بتشهد انه ما شفنا اي بادره سيئه منك، والحمد لله ان شاء الله الموضوع ده يستمر على كده اتمنى تطول كمان ما نفكر تمشي ان شاء الله يعني. فرصة كانت جميلة شديد كالعمل في مستشفى المدينة 3 بالتأكيد وربنا يكثر من أمثالك إن شاء الله بمستشفى المدينة 3 ونرى أكثر من معتصم مهدي بمستشفى المدينة 3. بهذه الكلمات الجميلة جدا مشاهدينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام هذه الدردشة وهذه الإطلالة الجميلة جدا التي بثناها لكم من داخل معمل مستشفى المدينة 3 الريفي برفقة خريج جامعة كسلة خريج المختبرات الطبية السيد معتصم مهدي موسى، وبالتأكيد استمتعنا معه كثيرا وسألناه كثير من الأسئلة، بالتأكيد استطاع أن يفيدنا كثيرا، وإن شاء الله ربنا يكثر من أمثاله ويوفقه في مجال المختبرات الطبية ويقدر يطور من ذات نفسه. وتحيات من هنا أيضا أرسلها إلى في المونتاج والمخرج العندليب الأسمر عندليب ميديا، وهو خلف الكواليس ودائما مجتهد ومثابر. أتمنى أيضا من المولى عز وجل أن يوفقه ويوفقنا جميعا في خدمة أهل المنطقة وفي خدمة السودان بشكل عام. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه البرمجة وهذا البرنامج أو هذه الحلقة من سيرة ومسيرة، إلى أن نلتقي في حلقات أخرى. السلام عليكم ورحمة الله. ثقافة وأحلى أغاني وأخبار مدار الساعة، رياضة برامج هادفة إذاعة يحلو سماع.